السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الكنافة الترندي بتاعت كل رمضان. انتوا عارفين بقى الكنافة اللي بالقشطة، القشطة الكدابة اللي بيقولوا عليها. تمام، يلا نشوفها كده خطوة بخطوة مع بعض سريعا. أول حاجة بنعملها طبعا العسل أو السيرب. السيرب ولا السيرب؟ تمام، بنحط كوبايتين سكر، وعليهم كوباية ونص ميه، ونسيبها تغلي على النار كويس. واول ما تغلي نحط عصرة ليمونة، وممكن قشر ليمونة او ملح ليمون، ممكن معلقة عسل جلوكوز زي ما تحبي. هنا بنعمل بقى القشطة الكدابة. حطينا كوبايتين لبن، تمام، وعليهم نطرة فانيليا، معلقة سكر كده او معلقتين، عشان احنا عايزينها تبقى دلعة، مش مسكرة قوي. عشان كده كده هنسقي الكنافة بالعسل طبعا. تمام. كان عندي كريمه لباني، حطيت شويه. ما عندكيش دي حاجه عادي، الخطوه دي ممكن تستغني عنها عادي. ومعلقتين 3 نشا، وتقلبي على البارد. بعد كده ترفعي على النار. اول ما تبتدي تتقل معاكي كده تحطي معلقه سمنه، سمنه بلدي او معلقه قشطه او معلقه زبده اللي موجوده عندك. تمام يا ست الكل، زي ما انت شايفه كده زي الفل. هنا بقى الكنافة الأفضل تكوني مفرزاها مثلا، يعني يكون موجودة عندك في الفريزر وناشفة كده، عشان تعرفي تكسريها وتحتحتيها وتبقى حتت صغيرة كده. تمام، تبقى مفتتة يعني. وتكوني مسيحة سمنة، حوالي كوباية سمنة كده، وترشرشي عليها وتفركيها زي ما بتبسي الدقيق بالسمنة كده بتاع الكحك والقراقيش. بتفركيها كده وتظبطي السمنة فيها كلها، بحيث كلها تتغلف بالمادة الدهنية أو السمنة. تمام. وبعد ما تظبطيها كويس بالسمنة أنا هنا عشان كنت بس بصور بإيد وبعمل بإيد، فمعلش كانت الدنيا إيه معايا مش ظابطة قوي، لأن ليلي كانت بنتي كانت في الدرس بتاعها والرنج بصراحة أنا كسلت أطلعها. فهنا بقى خلصت غلفت كل الكنافة بالمادة الدهنية، وجبت صينية حوالي اللي هي 28 30. تمام. تحطي أول طبقة كده وبتوزعيها كويس في الصينية كلها، ما تخليش أي مكان فاضي عن مكان، كلها وزنيها كده في الصينية كلها. وبعدين بإيديكي كده وتضغطي، أو صينية تانية وتضغطي ضغطة جامدة كده بحيث تتكبس جامد أول طبقة. وبعدين انت بتبقي عامله طبعا القشطه الكدابه او المهلبيه اللي هتحطيها في النص، الطبقه اللي في النص تكون هديت شويه كده من السخونيه بتاعتها وتصبيها. تمام. بس ما تجيش عند الاطراف زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، ما تجيش عند الاطراف عشان لما تبتدي تحطيها في الفرن ما تسحش وتطلع من الجوانب. عايزه تحطي بقى مكسرات زبيب على حسب تفضيلك انت ومزاجك، ويعني ده الاكل ده يعني امزجه واذواق. انا كان عندي مكسرات وزبيب، حطيت زي ما انت شايفه كده، اللي موجود عندك حطيه. عايزاها ساده بس بالقشطه ماشي، هتبقى احلى واحلى. تمام. حطيت هنا زبيب، حطيت شويه سوداني، لوزيتين كده بندقتين كده، يعني اللي موجود عندي من مكسرات رمضان. انا جايبه عينات والله يا جماعه، مش بجيب يعني كميات كبيره. الاسعار زي ما انتم عارفين غاليه قوي واوفر قوي اليومين دول. يعني السنه دي بجد المكسرات نازله غاليه قوي يعني. فالواحد نزل اتصدم ساعة لما اشترى اليميش. في بشر جوز الهند الخشن ده تحفة جميل، وتحسوه كده يعني بخيرها كده، بتقرقش كده وجميلة قوي. بس انتوا بتحطوا بقى الحشوة اللي في النص ايا كانت ايه هي، وبعدين بتظبطي بقى باقي الكنافة على الوش كده بالشكل ده. وبرضو ايه تكبسيها على الهادي خالص، بحيث ايه اي ضغطة زيادة عن اللزوم هتلاقي الكريمة باظت، وما ينفعش طبعا كده. فانتي ايه على الهادي كده وبالراحة لحد ما تظبطي الطبقة الأخيرة اللي فوق دي. والسمنة اللي باقية عندك بترشيها من فوق بالشكل ده. وعلى الفرن تاخد يعني تحمر من تحت والجوانب، تولعي عليها الشوايه شويه وتلاحظيها، لان كنافه حساسه جدا من النار،
عشان ما تتحرقش. انا شعوطت مني ايه كام شعرايه كده خفيفه بس. وهي سخنه تطلعيها الشربات بارد وتسقي، تسقي بقى كده الصينيه وبس كده. وبألف هنا وشفا يا ست، كل حاجة يعني جميلة وتشرفك كده في العزومات و تفرح حبايبك وولادك كده، وتحلي بعد الفطار. وبألف هنا وشفا. معلش الفيديو نزل متأخر لأن كنت متدربكة شوية. كان نفسي انزله لكم بدري عن كده، بس طبعا ظروف الحرب اللي قائمة دلوقتي للأسف موقعة المشاهدات خالص. وربنا يا رب يحفظ بلادنا جميعا وبلاد المسلمين. نشوف بقى ليلي وهي بتدوق. بس كده، مع ألف سلامة حبايبي. تحفة.